السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا شباب من ابلكيشن 1 اكس بت، الابلكيشن اللي احنا محققين فيه طفرة كبيرة جدا جدا جدا، اذا كان في مجال الرياضة او اذا كان في مجال الالعاب. مجال الرياضة هسيب لكم قناة التليجرام تحت في الوصف، يا ريت تنورونا هناك لان بننزل عليها اكواد مدروسة من سكواد متخصص في كرة القدم. غير ان احنا على اليوتيوب كل يوم بننزل لك لعبة جديدة باستراتيجية جديدة بنحقق منها ارباح محترمة جدا جدا. حابب برضه افكركم الناس اللي لسه ما سجلتش بالبرومو كود، البرومو كود بتاعنا الايام 15 LIAM 15. البرومو كود بتاعنا بيديك $130 مع اول ايداع كمكافأة تسجيل، غير مكافآت يوم الجمعة ويوم الاثنين. فكرة فيديو النهاردة يا شباب، أكتر من حد اقترح إن أنا أجرب لعبة الكريستالة على الوضع الآلي، ونشوف هل مثلا هي بيبقى فيها أرباح مختلفة عن إن أنا ألعب بإيديا، ولا الوضع الآلي هو مكسبه أكتر. تمام. هنجرب كده مع بعض مثلا، وليكن هنخلي الراوند مثلا ب 500. وزي ما انا دايما بقول لك، مش شرط ان انا عشان بخش ب 500 انت كمان تخش ب 500. حاول تسيستم راس مالك. لو انت مثلا وليكن داخل ب 1000 جنيه، عادي ممكن تلعب ب 100، تلعب ب 50، تلعب ب 10، تلعب ب 20، حسب راس مالك. انا عشان راس مالي كبير شويه فببدا اخش برقم كبير شويه. تمام. انا داخل مثلا وليكن ب 240 الف جنيه. هنشوف في الاخر بعد ال 25 لفه دولت احنا هنطلع بمكسب كام. لو طلعت فوق ال 240 الف فانا هبقى طالع كسبان، وهقول لكم كويس جدا وجربوا الوضع الآلي وبيطلع منه ارباح مش وحشه. لو لقيت نفسي نزلت تحت ال 240 الف هقول لكم لا، الوضع الآلي مش احسن حاجه وما تجربوهوش، وانا جربته مكانك. لحد دلوقتي انا شايف ان مفيش مكاسب اقدر اقول ان انا كسبت من لعبة الكريستال او كسبت من الوضع الآلي. لحد دلوقتي مفيش مكاسب كويسة. احنا نزلنا بقينا 237 الف. كويس، بقى في اول 1000 جنيه اول مكسب اهوت. لسه لحد دلوقتي مفيش مكاسب اللي نقدر نقول عليها احنا حققنا منها ارباح كويسة جدا. لسه لحد دلوقتي احنا بقينا 237 الف جنيه، يعني احنا خسرانين 3000 جنيه. فاضل معانا لسه 10 لفات واحنا خسرانين لحد دلوقتي 2500. ما بعدناش بعيد بس ما كسبناش. يعني انا شايف لحد دلوقتي كده الوضع الآلي دوت انا شايفه ان هو يعني مش كويس، ما رجحش بيه لحد دلوقتي. ممكن يخيب ظننا في اخر كام راوند، بس لحد دلوقتي انا شايف ان هو مش قد كده. فاضل معانا 7 لفات لسه، ولحد دلوقتي احنا بنلعب في بادجت ال 237. يعني انا خسران لحد دلوقتي اللي هو 3500 مثلا. فاضل معانا لسه 4 لفات. 3 لفات، ولحد دلوقتي انا خسران مش كسبان. 2800 كويس جدا جدا. يعني هو ممكن يكون رجع لي الخسائر اللي انا خسرتها بس ما كسبنيش. يعني فاضل لفة ما كسبناش فيها مكسب محترم. 300 جنيه مش اللي هو المكسب. بس يعني احنا كده خلصنا اللفات في الوضع الآلي، بس انا اقدر اقول لك يعني ما تجربهوش لان مش مفيد. انت ممكن تلعب بايدك هيبقى افضل، وهتعمل ارباح اكتر من كده كتير. يعني انت فاهم قصدي؟ لو جربت ان انت تلعب بايدك افضل من الوضع الآلي. يعني انا شايف ان هو ما مش قد كده يعني. انت فاهم قصدي؟ ناخد كده كام راوند في لعبة التفاحة. زي ما انتوا عارفين ودايما بنقول لكم، لعبة التفاحة هتطلع طلقتين اتنين بس وخلاص. ما بتكملش اكتر من كده، ما تجازفش براس مالك، خليك في المضمون. تمام. احنا لحد دلوقتي انا يعتبر عوضت الخسارة اللي انا خسرتها في الوضع الآلي. انا الحمد لله رجعتهم في لعبة التفاحة. ودي الفكرة اللي انا دايما بكلمك بيها. امشي بالاستراتيجية اللي احنا بنتكلم عليها. ليه؟ لان الاستراتيجية بتبقى واقعية، وفي نفس الوقت سهل ان انت لا قدر الله لو في خسائر تقدر تعوضها. لو خدت بالك انا جربتهم
جربت الوضع الآلي في لعبة الكريستالة وخسرت ال 4000 جنيه في ثانية إلا ثانية. أنا رجعت عوضتهم في لعبة التفاحة بأسهل ما يكون وبطريقة مش إعجازية. فاهم؟ أنت لو مشيت بالخطوات اللي أنا بقولها لك كل فيديو هتلاقي نفسك بتعمل أرباح من الهوا. أنت فاهم قصدي؟ وكمان تسجيلك بالبرومو كود زي ما أنا قلت لك في بداية الفيديو، البرومو كود بيدعم الربح من الألعاب بنسبة تتخطى ال 95%، وده اللي صعب تلاقيه في أي برومو كود تاني. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. شكرا جدا، سلام.